اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلينا النهاردة نكمل نشوف احنا وصلنا لغاية فين بعد ما اتكلمنا عن الداتا تايب والفاريبل. وصلنا بعد كده اتكلمنا في الكونديشنال اوبريتورز الاف والف، وبعد كده دخلنا اتكلمنا في الوايل واللوب. النهاردة خلينا نتكلم عن البانداز وازاي نقدر ان احنا نقرا الداتا بتاعتنا من البانداز والأساسيات اللي إحنا بنستخدمها في البانداز بشكل مبسط وسريع. النهاردة أنا عاوز أقول المكتبة بتاعة البانداز عشان إن أنت تقرا من أي مكان لازم الفايل بتاعك اللي أنت هتبدأ تشتغل عليه يكون في نفس الباث بتاع الداتا اللي أنت هتبدأ تقراها. لو أنت هتقرا CSV فايل أو إكسل فايل XLSX أو أي امتداد أو جيسون أو أي حاجة، حاول تخلي الفايل بتاعك في نفس الباث اللي انت هتقرا اللي انت هتفتح عليه. يعني انا بشتغل على نيو فايل بختار جيبتر النوت بوك، او انت عاوز تشتغل على بايثون فايل، بس الافضل في الداتا اناليسيز ان انت تشتغل على النوت بوك عشان تشوف النتائج بتاعتك مع كل كوماند. فبختار الجيبتر بعد كده، او ممكن في الاول سوري معلش اختار اوبن فولدر وبختار الفولدر بتاعي اللي فيه الداتا. انا بفتحه من هنا اهو كده، ده الفولدر بتاع اللي فيه داتا، بختاره. بتأكد هنا في البراوزر إن الداتا بتاعتي موجودة. طيب، أول حاجة عشان خاطر إن أنا أفتح الفايل بتاعي باستخدام البانداز لازم أعمل import للبانداز. بكتب import pandas as pd. pd هنا ده اختصار، أنت ممكن تكتب import pandas على طول، ممكن تكتب import pandas، بس أي أمر بعد كده في pandas هتكتب الكلمة بانداس بالكامل. المتعارف عليه إن أنت بت بت as pd كاختصار، إن أنا مش بعد كده كل أمر أكتب بانداس لأ، بكتب pd بس. إزاي بقرا الفايل بتاعي؟ بكتب المتعارف عليه إن الفايل بيتقري داتا فريم بيساوي، وبعد كده بتكتب الأمر بتاعك إن أنت تقرا بيه. أنا عن نفسي ما بكتبش داتا فريم، هو ده متغير أنت عاوز تكتبه أي حاجة براحتك، اللي يريحك اكتبه. أنا بكتب فايل بيساوي pd.read. هنا read في كذا اوبشن طبعا على حسب انت هتقرا في الداتا بتاعتك منين، الاكسل او CSV او ال SQL او ال XML. بس عاوز اقول حاجه، الفرق بين الاكسل والاكسل والسي اس في، لو الداتا كبيره اكسل هتاخد وقت كبير عشان تتقري، لو الداتا كبيره اكسل بتاخد وقت كبير جدا عشان تتقري، خصوصا لو كان في كذا فايل انت هتقراهم وتعمل لهم ميرج مع بعضهم هياخدوا معاك وقت كبير جدا. السي اس في بياخد وقت اقصر بكتير جدا من الاكسل عشان يتقري. طيب انا هنا هختار سوري، هكتب دوت ريد الاكسل عشان الفايل بتاعنا هنا اكسل. وبعد كده بتكتب اسم الفايل between two quotes، هنا بكتب كوت وبكتب اسم الفايل. بعد كده بتدوس الأمر بتاعك execute عشان خاطر يبدأ ينفذ لك الأمر بتاعك. فأنا هنا خلاص هيحط الفايل بتاعي جوه المتغير الفايل. طيب أنا هنا خلاص قريت الداتا وحطيتها جوه الفايل. عشان أعرض الداتا بتاعتي وأشوف شكلها عامل إزاي بكتب فايل يعرض لي الداتا columns، أسامي الكولمز بتاعتي ID first name last name والروز بتاعتي. هنا ما بيعرضلكش كل الروز طبعا، لأن هي لو كتيرة مش هيفضل إن هو يعرض عليها. طيب أنا هنا لو عايز يعرض لي أول 5، هنا دي الأساسيات بتاعت الباندز اللي لازم تكون أنت عارفها وأنت شغال عليها. ABC data، بكتب دوت هيد اللي هي التوب، يعني دوت هيد اللي هي التوب. بعد كده بتكتب الرقم اللي أنت عايزه، دوت هيد 10 أو دوت هيد 20. خلاص بيجيب لك أول 20 فايل، أول 20 رو قصدي في الداتا بتاعتك. لو عاوز آخر 20 بتكتب تيل، هيد وتيل، الراس والديل يعني. فالتيل بيجيب لك آخر 20 رو، آخر عدد روز أنت محدده في التيل بتاعك.
طيب بعد كده أهم في حاجة تاني، بنكتب file دوت columns، بيجيب لك أسامي الكولوم بتاعتك اللي موجودة في الداتا فريم اللي أنت شغال عليها في الفايل في الداتا. لأن لو الداتا دي فيها كولومز كتيرة، فأنت طبعا هتكتب دوت كولومز عشان تعرف الداتا بتاعتك إيه أسامي الكولومز اللي فيها عشان تقدر أنت تشتغل عليها. ممكن تفلتر من الداتا عدد كولومز معين تشتغل عليه. انا ممكن اكون محتاج من هنا الفيرست نيم واللاست نيم بس من كل الداتا دي، فانا خلاص هدي للبانداس الامر اللي هو يخليني اشتغل على الحاجه دي بس، كل على حسب ايه طريقه شغلك. بعد كده في الشيب هنا بيجيب لك 50,000 دي عدد الروز، والسفن اللي هي عدد الكولومز، عدد روز وعدد كولومز، عدد روز وعدد كولومز. تمام. بعد كده عندي الانفو. الانفو ده مهم جدا. سوري. الانفو ده مهم جدا ليه؟ بيجيب لي عدد الروز وعدد الكولومز بتاعتي. تمام. ده الروز للانترز، وهنا الكولومز. بعد كده بيجيب لي كل كولوم ايه الداتا تايب اللي فيه. الانت 64 هنا اللي هي الانتجر، بس هي 64 بايت عشان في كذا تدرج للبايت في الانتجر. فهنا ده 64 بايت. والاوبجكت يعني ايه اوبجكت؟ اوبجكت يعني الداتا دي ميكس ما بين السترينج والانت. تمام. ميكس ما بين السترينج والانت. يعني انا لو جيت هنا وكتبت فايل، تمام، الأوبجكت اللي هو مين مثلا زي الميل، هو هنا دي حاجة ميكس ما بين السترينج والانت. مش قادر يحدد إذا كان ده ميكس ولا سترينج. ممكن يكون في داتا تنزل بعد كده عندك يكون انت وهو ما يعرفش يقراها ويكتبها اوبجكت، انت بعد كده بتحولها. لو انت هتعمل عليها اي حاجة بعد كده حسابيا او كده بتحولها. زي ما في اتعلم، زي ما شرحنا في الاول ان انت ازاي تحول انت لسترينج او لسترينج الانت. ممكن تحول الداتا الديت تايم لانت، او الانت لديت تايم، او الاوبجكت لديت تايم، على حسب الشغل بتاعك اللي انت بتشتغل عليه في الداتا. طيب دي هنا وصلنا للانفو. بعد كده في حاجة اللي هي النون نل دي، يعني مفيش في البانداز النل اللي هي الامبتي فاليو، اللي هي النال فاليوز. فهنا مفيش نال، ما عنديش نال فاليوز، او اللي هي نان. نكتب نان كده. نان ده يعني نال فاليوز، فانا هي النال فاليوز ما عنديش نال. تمام. بعد كده اللهم صل على النبي. اه لو انت بص عايز تشتغل على كولوم واحد بس، فانا عاوز اكتب فايل، بكتب اهو براكتس، بكتب اسم الفايل first day، يبقى انا كده شغال على الكولوم ده بس. طب عاوز اجيب two columns، بعمل two brackets، بكتب اسم الكولوم الاولاني ID، بعد كده اسم الكولوم التاني first name. يبقى كده انا جبت الكولومز اللي انا عايزهم بس. خلاص ممكن احط عدد كولومز اللي انا عايزه. ماشي. في طريقة تانية عشان تجيب الكولوم، تكتب فايل دوت اسم الكولوم، بس الطريقة دي ما تنفعش مع أي اسم كولوم فيه سبيسز. فطبعا الأفضل إن أنت تشتغل البراكتس بتكون أفضل عشان ده يسهل عليك إن أنت تقرا الداتا الكود بتاعك بشكل أفضل لما ترجع بعد كده، وتقدر تفضل تحلل في الكود بتاعك وتشوف الغلط فين. فالبراكتس هتساعدك إن أنت تشتغل عليه بشكل أحسن. تمام. دي حاجة. في حاجة في الأي لوك واللوك. الاي لوك واللوك الفرق ما بينهم بكل بساطة. لو كتبت فايل دوت اي لوك، تمام، ورحت كتبت زيرو، هيعمل ايه هنا؟ الداتا فريم بتاعتي متقسمة هنا بالأرقام دي. زيرو اللي هو الانتري ده،
أو الرو ده وواحد اللي هو الرو ده. فأنا لما كتبت زيرو هنا جاب لي البيانات كلها اللي تخص الرو زيرو. يعني جاب لي إن الأي دي ده الرقم بتاعه والفيرست نيم هنا، جيب لي الانترز بتاعتها في الرقم ده. تمام. لو ممكن أخليه يجيب لي رينج ما بين رو ورو، كتبت كده أهو يجيب لي رينج اللي هو 0 1 2، بلاش 2 دي خليها 10. يجيب لي لايلوك ما بين الرينج ده والرينج ده. ممكن الاي لوك بيخليني الشمال يعني أنا هقول مثلا كده كوما، هقول ما على شمال الكوما اللي هو الروز، وما على يمين الكولا كوما اللي هو الكولومز. فكتبت يعني عاوز روز من 0 لحد 6، وعايز كولومز من 0 لحد 3. فبيجيب لي 3 كولومز و6 روز. دايما هو ما بيجيبش آخر انتري، آخر رقم في الرو. يعني لو كتبت 6 بيجيب لي لغاية 5، عشان انت دول عددهم 6، وهنا الداتا فريم بتبدأ بالعد بتاعها من 0. تمام. ده الاي لوك. الاي لوك بنستخدمه بعد كده عشان نعمل بيه زي الاندكس بتاعت في الاكسل والكلام ده، او في الاس كيو ال. طيب عايز اقول اللوك، فرق ما بين الاي لوك واللوك ان اللوك بتكتب هنا اسم الكولوم. لو كتبت اللاست نيم بيجيب لي الكولوم. ممكن اضيف واحد تاني فيرست نيم. ده الفرق ما بين اللوك والاي لوك. يعني الاي لوك بيحب يتعامل بالرقم، واللوك بتتعامل بالاسم بتاع الكولوم. آه، دي الأساسيات سريعا جدا في البايثون. يعني اللي احنا كنا بنتكلم عليها أول حاجة الكولوم والشيب والإنفو، واللي قلنا إن النان اللي هي النال فاليوز. وبعد كده اتكلمنا عن اللوك والاي لوك. عاوز أقول إن الفايل دوت انفو ده مهم جدا عشان الداتا تايبس، لأن أنت بعد كده لما تيجي تشتغل على الداتا في عمليات كتيرة جدا مش هترضى إن هي تشتغل معاك على الأوبجكت، بحيث بالذات الحاجات اللي ليها علاقة بالعمليات الحسابية، أو حاجات ليها علاقة بإن أنت بتعمل aggregation أو group by زي ال SQL كده. أنت تعمل عملية حسابية، عاوز summation أو عايز average أو الكلام ده. لو هي string أو object، البايثون هيرفض إن هو ينفذها لك، ولازم تحولها من string لint. ده كان ببساطة شديدة. المرة الجاية دي كانت الأساسيات ببساطة شديدة. خلينا نتكلم المرة الجاية عن الأجريجيت والجروب باي، وإن شاء الله ممكن نخش برضو في الميرج اللي هو زي الاندكس بتاعة الإكسل أو الفي لوك اب. يا رب يا رب أكون عرفت أوصل حاجة المرة دي، وإن شاء الله المرة الجاية نقدم حاجة أفضل.